بعد عودته من المعبر الحدودي مع الجزائر نجاة الغزواني من حادث مشكوك يثير التساؤلات أطلقت أمس الخميس 22 فبراير 2024 تأسيس لعملية محاولة بدا تحديد معالم طريق بين موريتانيا والجزائر باتجاه مدينة تنيدوف أكثر من علامة استفهام. وذكرت تقرير إعلامية موريتانية أن الحادث المميت وقع أثناء عودة الوفد من المعبر بعيد تدشينه من طرف الرئيسين، حيث تم نقل جثمان الحارس المتوفى وكذا الحارس المصاب إلى أحد المستشفيات في مدينة تنيدوف، في انتظار إرسال طائرة لاستقدام الجثمان والمصاب إلى نوكشوط لاحقا. والرواية الرسمية للإعلام الجزائري والموريتاني تفيد بأن الحارس الشخصي في الجيش الوطني الموريتاني توفي نتيجة حادثة سير خلال العودة من المعبر الحدودي، بينما تشير رواية عدد من المحللين إلى عملية محاولة اغتيال. وتعليقا على الحادث قال عبد الرحيم المنار السليمي أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني إن المعلومات الأولية تشير إلى محاولة اغتيال مدبرة من طرف النظام العسكري الجزائري وابن الرئيس الموريتاني السابق. وأضاف سليمي في منشور على حسابه في موقع أكس أنه يبدو أن المخابرات العسكرية الجزائرية استغلت التحذيرات التي نشرتها سفارات الدول الغربية حول قرب هجمات إرهابية للقيام بمحاولة اغتيال الرئيس الموريتاني. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المعروف أن النظام العسكري الجزائري كان مؤيدا للرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي توجد لديه صراعات مع الرئيس ولد إلي غزواني قبل محاكمته، وأن الحادث يشير في المعلومات الأولية أنه محاولة اغتيال مدبرة من طرف بدر ولد عبد العزيز ابن الرئيس الموريتاني السابق بتواطؤ مع المخابرات.